السلام عليكم. النادي الاهلي بيتعادل مع نادي الترجي التونسي 0-0 في ملعب رادس، وفي حاله حزن كبيره كده حاسسها من جماهير النادي الاهلي وهنيجي لسببها دلوقتي. لكن في البدايه بنحب نشكر جماهير نادي الترجي التونسي على الدخله العظيمه اللي عملوها النهارده. دعم لاخواتنا في غزه. الدخله كمان الواحد ما كانش متوقعها، فخلت الواحد كده عينه رغرغت، لانها كانت بترمز لحاجات كتير قوي، لدرجه ان لعيبه النادي الاهلي نفسهم راحوا حيوا الجمهور، فطبعا كان لازم نشكرهم عليها. وده اصلا هدف من الرياضه ومن التنافس، تقرب الشعوب من بعض، ما بالك بقى الاخوات. دي رساله في الاول كان لازم نقولها. ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. ندخل بقى في الموضوع. زي ما بقول لك، حاسس بحاله حزن كده من بعض جماهير النادي الاهلي بسبب ان احنا تعادلنا 0-0. طيب انا هطلب منك حاجه وخليك معايا كده واحده واحده. لو انا قلت لك اختار لي 4 اصعب ملاعب في القاره، هتختار ايه؟ خليك معايا. رقم 1 ملعب بريتوريا، ملعب صن داونز في جنوب افريقيا. رقم 2 مركب محمد الخامس، ملعب نادي الوداد. رقم 3 ملعب رادس، ملعب نادي الترجي. رقم 4 ملعب الجوهره الزرقاء، ملعب الهلال السوداني في السودان. فانت ال4 ملاعب دول لما تطلع منهم متعادل 0-0، هل ده وحش؟ ده نادي الزمالك مغلوب 2-1 وبني بنقول حلو مبروك عليه البطوله، فانت تيجي 0-0 وتبقى زعلان. بس انا عاجبني رد فعل لعيبه النادي الاهلي في الحزن بعد المباراه، لان انا لعيبه النادي الاهلي ما بقلقش منهم غير هم مطمنين. يعني دايما لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي ما تقلقش منه غير في مباراه تحس انها في المتناول او سهل انه يكسبها. في حته ان هم يبقوا طالعين حاسس بحاله حزن فيهم كبيره، وان هم كانوا هدفهم وكان نفسهم يسجلوا وما سجلوش، فده بصراحه مريحني ومطمني. لان انا من وجهه نظري الشخصيه ليك حق انك تختلف معايا، ان انت لو كنت كسبت هناك 1-0 او تعادلت 1-1 ورجعت، كانت دي هتبقى اسهل نسبيا لعيبه النادي الاهلي، فممكن يبداوا المباراه بقى مباراه العوده ان هي مباراه احتفاليه وان احنا كده خلاص حسمنا. لكن حته 0-0 وان الترجي لو جاب جون قلب الموازين كلها، دي هتخليهم برده حريصين، وحته المباراه ما اتحسمتش، ان مفيش احساس 1% للعيبه ان مباراه العوده هتبقى سهله. نخش في اهم النقاط كده بسرعه مع بعض. هنبدا طبعا باصابه علي معلول بنسبه كبيره، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخيب ظني وظن كل التقارير اللي خارجه ان مباراه العوده شبه علي معلول براها. الاصابه جت في حته رخمه قوي اللي هي وتر اكيلس، بس هم هناك ما عملوش الفحوصات اللازمه، هيستنوا لما يرجعوا القاهره، فان شاء الله باذن الله تكون بسيطه يا علي، لان من ضمن حالات الحزن الكبيره زعل الناس عليه. فانت في الدقيقه 4 بتخسر واحد من اهم لعيبتك، بل من اهم اسلحتك. فخروج علي معلول ده كان ليه طبعا اثر على الفرقه. فحته خروج علي من الملعب، بالذات علي من الناس اللي هم اصحاب الخبره في الملعب، اثرت برضو على زمايله. ده هيدخلنا برضو نقطه مهمه، وهي حكم الماتش مصطفى غربال. ازاي كره علي اتصاب فيها اصابه خطيره للدرجه دي ما يبقاش فيها تدخل من الفار؟ فازاي حتى ما فيهاش انذار حتى؟ فمن ضمن الحاجات اللي مخليني ما بلومش على لعيبه النادي الاهلي قوي في حته ان انت ما سجلتش هو مصطفى غربال، لانه كان محجم لعيبتك اصلا. ده مع ايه؟ في ظل تراجع مستوى لعيبه كتير، اولهم محمد هاني. محمد هاني النهارده كان بيعمل حاجات مش مفهومه، انا كنتش فاهم النهارده محمد هاني عايز يعمل ايه. في كوره اتعملت له كروس تغيير ملعب، استلمها بدل ما يسند لرامي ربيعه جنبه، لا بيلف بيلاقي المهاجم في وشه، بياخده واحده سوفليكس كده اندرتيكر وبينزل بيه على الارض والكوره بتطلع اوت. فاللي هو انت عايز تعمل ايه؟ طب ما جنبك رامي ربيعه اسند عليه، هو اتزنق هيطفش، فانت بقى بتلف وعايز تعمل ايه؟ انا ما بقتش فاهم. حد تاني برضو من اللي كان مستواه متراجع خالص حسين الشحات. حسين النهارده بقى بيخلص من الكره سهل قوي. عندك مميش حارس الترجي، ده حارس كويس جدا، عنده 19 سنه لكن حارس ممتاز، هو شبه ضمن احسن حارس في البطوله ان شاء الله. في حاله فوز النادي الاهلي باذن الله باللقب، مصطفى شوبير احسن لاعب ومميش هياخد احسن حارس. فتشوف من عند الاول يا حسين بقى كل ما يجيله كوره يلف كانه بيلعب بلاي ستيشن ويروح شايط اي حاجه، فبيخلص من الكوره سهل. وتاو نفس القصه. اللي كان عاجبني اكرم، وامام كان بيحاول برضو، امام مني اول نهائي ليه فكان مشدود شويه وبالنسبه للاجواء كمان، لكن ما كانش وحش. هو ووسام بصراحه من احسن اثنين النهارده، طبعا مع عبد المنعم ورامي ربيعه اللي عاملين مباراه دفاعيه كبيره. فانت وسط كل ده ان انت ما يخشش فيك جون، طبعا حاجه ممتازه. ومن الحاجات برضو بصراحه يعني مطمناني، زي ما انت شفت النهارده فريق نادي الترجي مع احترامنا الكبير ليه يعني، بس برضو يعني الشوط الثاني او بالذات من نص الشوط الثاني انت بقيت حاسس ان احنا سهل قوي نجيب جون، ويمكن ده اللي مزعلك. فده يخليك في القاهره هنا تبقى مطمن.
هم احسن ما عندهم حارس المرمى وخط الظهر. فهو توقعي الشخصي ان هم هيجوا هنا في استاد القاهره هيفكروا ان هم يوصلوا بالماتش لابعد نقطه اللي هي ضربات الجزاء. بل بالعكس، في نقطه مهمه جدا، وهي ان استاد القاهره ان شاء الله هيبقى متقفل. عندك لعيبه كتير من فريق الترجي سنه اولى نهائي، اول مره بيلعبوا نهائي، لان ده مش الترجي اللي احنا نعرفه بقالنا كذا سنه. اولهم حارس المرمى. يعني انا طول عمري مقتنع بفكره ان فعلا النهائيات تكسب ولا تلعب. هي انت المعضله الكبيره اللي عندك وهي اصابه علي معلول، لان كولر النهارده التشكيل بصراحه ممتاز، يعني ما فيهوش اي حاجه. هو كل النهارده تاخده على كولر هو لعب مباراه تكتيكيه كبيره، لكن الحاجه الوحيده كالعاده اللي انت هتلومه عليهم فيها ان عندك رضا سليم وقفشه نزلوا قلبوا الماتش، قدروا يشدوا الفرقه لقدام ويقللوا الضغط من على الدفاع. فهو باستثناء كده كولر النهارده لعب مباراه تكتيكيه عاليه قوي. لكن النهارده غلطه كولر ايه؟ اقول لك علي معلول. هتقول لي ازاي؟ ان انت طول الموسم دايس على علي، ضاغط عليه دوري وكاس وابطال افريقيا وكل حاجه، لحد ما امنتش بديل ليه. النهارده تقول لي بقى مين البديل ليه؟ كريم الدبيس ما اعتقدش انه يديله ماتش العوده. الدوري ساعات كان بيعتمد على عمر كمال، لكن عمر كمال مش بتاع الافريقيه. كريم النهارده هجوميا ما كانش حلو، لكن دفاعيا كان ممتاز. انت لو تلاحظ الهجمه الوحيده اللي جت خطيره عليه في الدقيقه 5 لما علي معلول اتصاب وطلع كانت من ناحيه الباك الشمال، من ناحيه علي معلول. فزي ما قلت لك عشان ما اطولش، الحمد لله انت نتيجه مش بطاله. فكره النادي الترجي هنا يخطف جون بالنسبه لي يعني مش سهله. فكره استقبالك لهدف صعبه. ثقتنا كبيره باذن الله في مستر كولر واللعيبه ان احنا نخلص المباراه من بدري ونخف من علينا شده الاعصاب. فهو في المجمل الحمد لله نتيجه مش بطاله، مش وحشه. اهم حاجه ان انت ما استقبلتش هدف. 1-0 يعني انت خلصت القصه خالص وخدت الكاس. هي الحاجه الوحيده اللي النهارده اللي سلبيه ان انت خسرت واحد من اهم اسلحتك هو علي معلول. ان شاء الله باذن الله يكون حاجه بسيطه يا علي باذن الله. باستثناء كده ان شاء الله في مباراه العوده يوم السبت الجاي اي 11 راجل هيبداوا ان شاء الله هيكونوا قادرين يفرحونا. فباذن الله نتقابل يوم السبت الجاي بعد المباراه باذن الله، وفي نجم هنا زياده. اشوفكم على خير يا احلى واعظم جمهور في الدنيا. السلام عليكم.